بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا هنعمل النهاردة طبق حلو قوي، طبق جميل. الوقتي الفول الاخضر متوفر في الاسواق وطعمه حلو. ولما بيبقى طازة وفريش كده بيديلنا نتيجة حلوة قوي في الطبيخ. تعالوا هنعمل النهاردة كشري الفول الأخضر بطريقة جميلة وهتديكي نتيجة حلوة قوي. ولو عملنا الخطوات اللي موجودة في الفيديو هنلاقي ان نتيجة الطبخة دي والله روعة وجميلة. معانا فول أخضر مفصصينه، ومعانا كزبرة خضرة من غير شبت، معانا بصلاية كبيرة مقطعينها مكعبات، ومعلقة توم مفروم أو نص معلقة، ومعانا صلصة هناخد منها معلقتين أو 3 للطبيخ. هنجيب الحلة بتاعتنا على البوتاجاز وهنضيف فيها حوالي ربع كوباية زيت كده، عشان هنستخدم الزيت للبصل والفول ويديلنا نتيجة جميلة قوي في الأكل زي ما احنا قلنا. هنضيف البصل الأول يا حبايبي، وهنشوح البصل بتاعنا كده، هنخليه يعني ايه مصفر كده او مدبلينه، ما احناش هنحمره قوي في الاول، لان احنا لما نيجي نضيف له المكونات بتاعتنا عايزينه يكمل التسوية ويا بقية الحاجات. طبق جميل ومغذي وطعمه حلو، واتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة ديت. والله هيديكم نتيجة جميلة قوي. بصراحة انا يوم ما بعمل الكشري الفول الاخضر ده الواحد بيبقى يعني متهيأله ان هو ممكن ياكل الطبخة كلها، وممكن ان هو يتاكل لوحده كمان، ما بيحتاجش جنب منه اي حاجة. لكن عادي لو انت عايزة تحمري جنب منه بطاطس، تسلقي بيض، سلطة خضراء، مفيش اي مشكلة. بعد ما شوحنا البصل كده حوالي 5 دقايق هنضيف التوم زي ما احنا شايفين كده، وهنديله برضو ايه تقلبتين 3 على النار. ومش هنحمر البصل برضو، هنخليه ايه لونه ايه مصفر او ذهبي فاتح كده لحد ما نضيف له بقية المكونات. المهم ان احنا هندبله علشان ما يبقاش طعمه ان هو ني لسه كده في الاكل، ويبقى مستوي وطعمه جميل. بعد كده يا حبايبي بقى نبتدي ان احنا نضيف الفول بعد طبعا ما فصصناه وغسلناه كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. وهنسيب الفول بقى مع البصل يكمل تسوية، والفول نفسه برضو يتشوح على النار لحد ما يبتدي بعض الفول منه كده يفشر. لان برضو لما الفولة بتفتح مننا في التحميرة دي بتدي للحبة الكشري طعم حلو قوي بصراحة. هنغطي عليها على الهادي كده زي ما احنا شايفين، وكل شوية نقلب الفول مع البصل والثوم لحد ما نتأكد ان الفول بدأ ان هو يفشر او يفتح مننا في الزيت. مش هنستعجل عليه، نهدي النار ونسيب الطبخة كده تاخد راحتها معانا عشان تديلنا الطعم اللي احنا منتظرينه. طبخ زمان وروايح زمان الجميلة، والوقت الفول متوفر في الأسواق كتير زي ما احنا قلنا. بعد ما حسينا بقى ان هو او لقينا ان البصلة خلاص احمرت والفول بدأ يفشر زي ما احنا قلنا كده، هننزل بمعلقتين كبار صلصة على الفول والبصل اللي احنا حمرناه. التكة الحلوة قوي بقى اللي احنا هنعملها هنا ان احنا نسقي الكشري بتاعنا. الله الله، لو عندك بقى شوية شوربة تضيفيهم بدل ما تضيفي مية، ولو ما عندكيش شوربة ممكن ان انت تضيفي مكعب مرق الدجاج للمية عادي، مفيش مشكلة، بيدي برضو طعم حلو قوي لشوية الكشري اللي احنا هنعمله. بصراحة الشوربة هنا بتنقل كشري الفول في حتة تانية خالص. بعد كده بقى هنضيف التوابل بتاعتنا. هناخد بالنا واحنا بنضيف الملح ان الشوربة فيها برضو ملح، وهنضيف بقى كمون، هتضيفي شطة لو انت حابة الشطة، وهنسيبهم حوالي ربع ساعة يستووا مع بعض قبل ما نضيف الرز بتاعنا.
نضمن ان الفول استوى والبصل والمكونات بتاعتنا ايه استوت ايه كده مع بعضها. خلاص بقى ايه بنضيف الرز إيه بعد ما نتأكد ان الفول بتاعنا استوى زي ما احنا قلنا. هنقلب كده الرز ويا الفول بتاعنا على النار. واخر حاجة هنضيفها هي الكزبرة الخضرة بتاعتنا، وناخد بالنا برضو ان هي كزبرة خضرة بس من غير شبت، لان الشبت هيغير طعم حبة الكشري معانا. احنا هنا عايزين ايه كزبرة خضرة بس. هنغطي على الكشري بتاعنا بقى وهنسيبه ايه ان هو يستوى كده. بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي والله حباية من حباية، وريحة الكشري وطعمه ما شاء الله حاجة تانية بصراحة. طبق هيفرق معاكي ما شاء الله. هو الرز مفرفر معانا وجميل، وزي ما قلت في الأول إن الطبق ده ممكن يتاكل لوحده كده، مش محتاج جنب منه أي حاجة. بعد كده هنغرفه بقى في طبق التقديم. ما شاء الله والله زي ما قلت على الريحة والطعم جربي بنفس الطريقة واعملي شوية الشوربة مع حبة الكشري ما شاء الله عليهم. احلى طبق كشري فول هتعمليه بايديكي، واتمنى ان انتوا تجربوه باذن الله. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو يكون عجبكم، وان الطريقة تنال اعجابكم، واحب اعرف تعليقاتكم على القناة، ويسعدني وجودكم معانا. وما تنسونيش في الاشتراك يا حبايبي، وبألف صحة وعافية يا رب. واحلى طبق فول اخضر كشري بألف صحة وعافية يا رب. كشري الفول ده بسم الله ما شاء الله والله بجد انا من الاطباق اللي انا بحبها، وبألف هنا وشفا.